في وسط عالم بيجري ورا المظاهر وناس بتفتكر ان العظمة في الصوت العالي او في المشي المتكبر، القرآن جه وقال لنا حاجة تانية خالص. سيدنا لقمان الحكيم اللي ربنا وصفه بالحكمة قال لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. يعني ايه؟ يعني خليك بسيط، خليك هادي، خليك متواضع، لان اللي بيرفعك مش صوتك العالي ولا مشيتك اللي فيها غرور، اللي بيرفعك هو قلبك اللي مليان أدب واحترام. التواضع مش انك تقلل من نفسك، التواضع هو انك تبقى عارف قيمتك بس من غير ما تجرح حد، من غير ما تتكبر على حد. التواضع هو انك تحترم الكبير والصغير بنفس القلب، انك تسمع للناس من غير ما تقاطعهم او تستهين بكلامهم، انك لما تتكلم صوتك يبقى فيه رحمة مش عالي، تبقى مؤثر بس مش متعالي. سيدنا لقمان ما قالش لابنه خليك قوي، قال له خليك متواضع، لأن القوة الحقيقية في الأدب وفي الهدوء وفي احترام الناس. فكل مرة تحس إنك عايز ترفع صوتك أو تتفاخر، افتكر سيدنا لقمان، وافتكر إن ربنا بيحب اللي قلبه متواضع مش اللي بيستعرض. التواضع بيرفعك مش بس عند الناس لكن عند رب الناس.